عاوزك تتعامل مع السنة دي او الرقم ده بالتحديد في الكورة انه عبارة عن دوامة في تاريخ الكورة، سنة لا تبت للواقع بصلة، لا تعترف بالمنطق الكروي المعهود. 2004 رقم غريب وعجيب ولسه في مفاجآت حصلت فيه، وتعال نشوف. كل معانا مذكورة ورجولاتنا مقاولة. بدايتنا من فلسطين، وفريق كنا اتكلمنا عنه قبل كده اسمه اتحاد شباب سخنين او اتحاد ابناء سخنين، عندنا حلقة كاملة عنه ممكن يعني تشوفها يعني. المهم انه في 2004 قدر يفرح العرب كلهم ويكسب كاس فلسطين من فريق كده بلا هوية يعني، ودي كانت البطولة الوحيدة والتمثيل العربي الوحيد لفريق عربي اوروبيا في التاريخ. تخيل ان كل السنين دي والانجاز ده يحصل في السنة دي بس. خلينا في اسيا شويه، كاس الاتحاد الاسيوي اللي هي ما توازي الكونفدراليه عندنا في افريقيا يعني. تخيل انت ان البطوله بدات في 2004 واللي كسب سنتها هو نادي الجيش السوري، كاول نادي سوري يكسبها من مرتين. البطوله دي دخلت فيهم سوريا اساسا، مره هو ومره نادي الاتحاد اللي هو حاليا نادي اهلي حلب. صدفة صح؟ طب تعالى، بقالنا ياما ما اتكلمناش على الصين تقريبا، اول بلد في التاريخ لعبت كورة او على الاقل حاجة زيها، وراجع حلقة كيف بدأت كرة القدم 1. المهم ان الدوري الصيني بدايته كانت برضه في 2004، دوري السوبر الصيني، ووقتها كسبوا نادي اسمه تشينزن. لك ان تتخيل ان دي هي البطولة الوحيدة اللي عليها القيمة في تاريخ النادي. وصل نهائيين كاس سوبر وخسرهم في نفس الفترة، حتى مركز الوصيف ما حصلش برضه. ومن بعدها ومفيش اي انجاز للنادي ده اللي اتعمل في 1994. برضه صدفة؟ معلومة كده على الماشي، الدوري الصيني بيبدأ في فبراير او مارس وبيخلص في نوفمبر او ديسمبر، عكس باقي دوريات العالم. نفضل برضو في الصين، ومعلومة كمان ان في 2004 الصين وصلت لنهائي اسيا لتاني مرة في تاريخها. تعال بقى لقارتنا الماما افريكا. اتأسست بطولة الكونفدرالية في نفس السنة برضو بعد ما دمجوا كاس افريقيا ابطال الكؤوس وكاس الاتحاد الافريقي، واللي كسبها نادي غاني اسمه هارتس اوف اوك، النادي الغاني الوحيد اللي قدر يكسبها. غانا ما عرفتش البطولة دي يا جماعة وشكلها غير في السنة دي وبس. وممكن كمان اقول لك ان في اليابان في نفس السنة دي كانت اخر سنة يشوف فيها فريق طوكيو فيردي كاس الامبراطور. برضه في اليابان في الدوري نادي يوكوهاما مارينوس كسب دوريين متتاليين منهم 2004 والاخير قبل ما يقعد 14 سنة عقبال ما ياخد دوري كمان. تعال للبرازيل، نادي اسمه سانتو اندريا يكسب كاس البرازيل كاول واخر بطولة ليه في التاريخ قبل ما يهبط دلوقتي للدرجة الرابعة. تعال لليبيا، جيراننا الجمال، الدوري الليبي اتعمل في 1963، 10 أندية قدرت تكسبه من طرابلس وبني غازي. القدر يختار نادي اسمه الاولمبي من بره المدينتين من مدينه اسمها الزاويه، ويكسب الدوري الوحيد والاوحد من بره المدينتين برضه في 2004. اخرس يا ابن الكلب. في اولمبياد اثينا 2004 الارجنتين بقياده تيفيز تكسب اول ذهبيه ليها من 52 سنه، وكسبت مين؟ منتخب الباراجواي اللي برضه وقتها كسب اول ميداليه فضيه في التاريخ. في نفس البطوله العراق قدرت ان هي تكسب البرتغال وكريستيانو 4-2 في دور الثمانية، واخد كمان المركز الرابع ورا الارجنتين والباراجواي وايطاليا. في الجزء الاول كنت قلت لك ان ارسنال اخد الدوري الذهبي 2003 2004. طب لو قلت لك ان تشيلسي كان بعده بموسم واحد في 2004 2005 كان هيحقق نفس الانجاز، لكن في اكتوبر 2004 السيتي بوظ الانجاز ده ويكسبوا 1-0 ويحرموا في نفس السنة. هتعمل ايه؟ يا على الحنان ده كله، يا قلب الام بقى، يا قلب الام ده يا قلب. تشيلسي بالمناسبة كان اقوى خط دفاع تاريخيا في البريمير ليج، لكن على مين؟ انت في سنة جبر الخواطر يابا. تعال نرجع لسوريا تاني، نادي الوحدة السوري حقق الدوري لأول مرة في تاريخه. نسكت على كده؟ ابدا. نفس الفريق يحقق المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي كأفضل حاجة هو عملها قاريا، وخسر من مين؟ من اخوه نادي الجيش السوري اللي كسبه من شوية واتكلمنا عنه لو تفتكروا. ايه ده مسعود الفوطة هنا؟ مفيش فوطة عشان دماغي ما تضربش. تعال لتونس،
في كاس تونس في موسم 2004 2005 يقدر نادي اسمه الترجي الرياضي، لا مش اللي احنا نعرفه، ده اسمه الترجي الرياضي الجرجيسي، قدروا انه يكسب كاس تونس من الترجي اللي احنا عارفينه، ودي البطوله العدله الوحيده في تاريخ النادي برضه في 2004. وانت ازاي تسمح لنفسك يلا وانت قاعد جنب قرمط انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. تعالى في جنوب افريقيا بلد العم بيتسو موسيماني. وحشتني قوي، ما تيجي بقى، انت فين؟ في جنوب افريقيا يقدر كايزر تشيفز، ايوه اللي الاهلي اخد على حسابه العشرة، انه يكسب اول بطولتين دوري في حياته موسم 2003 2004 و2004 2005. 2004 رقم مش ممكن، يعني مش ممكن، سيبك من الانديه خالص. اول ظهور لميسي كان في اكتوبر 2004 وهو عنده 17 سنه. اول موسم لرونالدو مع اليونايتد كان في 2003 2004. وطبعا الاهم من كل ده ان في الانتقالات الشتويه للاهلي المصري جه محمد ابو تريكه اسطوره اساطير الكره المصريه برضه في 2004. اندريا تشيفتشينكو اول واخر اوكراني يكسب الكره الذهبيه برضه في 2004. 2003 2004 و2004 2005 تيري هنري هو اللاعب الفرنسي الوحيد اللي ياخد الحذاء الذهبي ومرتين. في النهايه عمرك ما هتلاقي سنه زي دي مليانه مفاجآت يستحيل العقل الكروي انه يصدقها. مستحيل تحصل كم المفاجآت دي كلها والرقم يكون مشترك بالشكل ده يا جماعه. 2004 زي ما قلت لك هي دوامه واتعامل معاها على انها كده. ومبروك يا عم مواليد 2004 ان هم اتولدوا في السنه العجيبه دي.